المواقف اللي ممكن تواجهك. نفترض زميلك اترقى وبقى مديرك، واول زياره دخل ولابس فورمال وبيتكلم معاك فورمال جدا. صباح الخير يا وسيم باشا. باشا ايه يا مستر بسيوني؟ باشا هنا قلت لك 100 مره هنا كلنا مساتر. باشا دي اما كنت حضرتك في الخدمه. مع ان مش دي طريقه شغل المديرين عندكم في الشركه، وقام مدور على اي ثغره في الشغل وعمل لك وورنينج ليتر. برده هي في شكلك. الغريبه ان انت لما سالت زمايلك في الشغل واللي هم في نفس الوقت زمايله، لقيته عمل معاهم نفس الموقف بالظبط. لا ما بنفتريش على حد. لان دي كانت ثغره كل الناس بتعملها. المدير الجديد كان عايز يحط نقطه ومن اول السطر، واللي فات مات، وانتوا اصحاب كنتوا حماده، واللي جاي حماده تاني. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. ساعتها اسال نفسك، هو انا لو كنت مكانه كنت عملت ايه؟ فعلا تحدي كبير ان انت تترقى في وسط زمايلك، التحدي في العلاقه اللي بينك وبينهم، وان انت دلوقتي مسؤول وقبل كده لا. حبايبك القدام بقى، وامبارح قاعدين على القهوه وبننم على مديرنا، النهارده ما ينفعش. ما ينفعش. المعلومات كانت في الاول بابليك، انما دلوقتي مش كل حاجه ينفع تتقال. طموحاتهم فيك كبرت انك تظبطهم، بس انت المفروض تبقى فير. الاول ما كانش في حدود للعلاقه سواء في الشغل او بره، انما دلوقتي لازم يكون في حدود. ده غير بقى تحدي الناس اللي كنت مختلف معاهم قبل كده، واحساسهم ان انت جاي تنتقم منهم بعد ترقيه. تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله. لو انت موظف وعديت بالضغط ده فده اتكلمنا فيه قبل كده. اما بقى لو انت المدير الجديد، هنتناقش مع بعض هتعمل